مساء الخير. أهلًا نور أهلًا. أستاذ فيك تحط موبايلك بهالشكل بالعرض لحتى بالعرض؟ لحتى بالأول أيوه هيك. إمم. عفوًا دكتور، قلت أستاذ. اهم. أستاذ سليمان عنده لقاء هلّا راح يفوت؟ هو وصل. مساء الخير. أهلين مساء أهلًا الخيرات. نور وعليكم السلام ورحمة الله. آسف تأخرت، والله كان عندي مقابلة يا دكتور. ما شاء الله، الله يبارك ويكثر يزيد. الله يسلمك. يعني هالمرة كنت ضيف، يعني مش كنت مقرر. ما شاء الله. كيفكم؟ الحمد لله. لله. كيفك؟ والله الحمد لله، إن شاء الله كانت المقابلة ناجحة. على قناة أرك أنا شفت الإعلان بس ما تابعت. التزمت بالحلقة هون، قلت يمكن يجوا ضيوف يعني بكير لحتى أكون موجودة. الله يعطيكم العافية. هلا نحن هلا لايف، ليش هلا العمل نحن هلا الجماعي لايف. عفوا أستاذ سليمان، هلا نحن ليش لايف؟ ما بعرف وين القسيس؟ نحن الآن لايف. هيك مبين. وين عبد الباقي؟ عاشقی و دانایی تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشین سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشی بکن تاجی جیهان بابقی نشی بکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير مشاهدي طيف تي في الأكارم، ومرحبا بكم
أحبائي الأفاضل بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والتي سنناقش فيها آفاق زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني لكردستان، والحفاوة التي استقبل بها رسميا وشعبيا من قبل كافة المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان العراق، حيث تأتي الزيارة في ظل انغلاق العالم كله، سواء جزئيا أو تاما بسبب تفشي جائحة كورونا عالميا. وهي رسالة ليست دينية فقط، وإنما سياسية تأكيدية أيضا بأنه آن للإرهاب أن يتوقف، والذي يعتبر العراق الحديث ما بعد المقبول صدام حسين أحد ممراته الرئيسة لزعزعة الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي عبر تبعية معظم القوى السياسية والميليشيات العسكرية الحاكمة في بغداد من قبل لحكم الملالي الإيرانية التي تشكل مع تركيا الأردوغانية قطبي الإجرام والإرهاب المنظم بالمنطقة والعالم، حيث أكد قداسته على ضرورة تغيير النهج السياسي بما يتلائم وآمال الشعب العراقي. كما ذكر قداسته أن العراق فقد غالبية مكونه المسيحي، بعكس إقليم كردستان العراق الذي زاد أضعافا، مما يعني انفتاح كردستان على كل أبنائه بالنمط الديمقراطي، وناهيك عن دوره الريادي في التحالف الدولي المحارب لكل أنواع الإرهاب ودحره. ذلك باختصار سنناقشه وكل أبعاد ونتائج زيارة البابا فرانسيس الثاني لكردستان مع ضيفينا العزيزين الدكتور محمد حبش، وهو شخصية وعالم ديني سوري معروف، والآن دكتور وأستاذ الفقه الإسلامي في جامعة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أحد رواد فكر التجديد الديني. أهلا وسهلا بك دكتور محمد حبش مرة أخرى، نورتنا دكتور. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لاستضافتكم. الله يسلمك. كما نرحب مشاهدينا الكرام بالقس نهاد حسن، وهو من مدينة عفرين الكردستانية المحتلة ولاجئ إلى لبنان، وراعي الكنيسة الكردية في بيروت، وحاصل على شهادة في الخدمة من كلية اللاهوت العربية المعمدانية. يبدو القس نهاد لم يدخل لحد الآن، هناك مشكلة تقنية من عنده أو في لبنان، كما نعرف أن لبنان الآن في حالة انقطاع أو شلل حياة تام. يعني دكتور محمد، لريثما يحضر ضيفنا، يعني هل برأيك الزيارة كانت دينية فقط، أم إنها رسالة سياسية للعراقيين وكل حكام الشرق الأوسط؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بالطبع زيارات البابا عادة إلى البلدان التي يأتيها تحمل مضامين روحية وإيمانية، وتحمل أيضا مضامين سياسية. يجب أن لا ننسى أن البابا خلال العصور الوسطى كان يعتبر الحاكم الذي يتوج الملوك والأباطرة، وعندما قامت الدولة الحديثة تم الاتفاق على منح البابا جزء من الصلاحيات وأن يتفرغ للشأن الروحي، ولكنه ظل رمزا لإرادة الخير وإرادة الأمل لدى الحكومات والشعوب التي تنظر إلى الإيمان نظرة إيجابية. مجيء البابا إلى العراق كان منتظرا، وبالطبع هي الزيارة الأولى، لكنها كانت زيارة شجاعة، واستطاع الرجل أن يعني يوصل الرسالة المطلوبة تماما. العراق قوي بتنوعه، العراق قوي بغناه، العراق هذا البلد الذي ظل عاصمة الخلافة الإسلامية 524 سنة، وظل محورها أيضا أكثر من 1000 سنة. هذا البلد في الواقع هو متحف أديان. يعني عندما تطوف في العراق ستجد أديان ربما لا يتوفر في رقعة بهذا الحجم عدد من الأديان التي نراها في العراق. والأديان هنا في العراق ليست أديان وافدة، مش مهاجرين جاءوا ونزلوا هنا، هم أبناء هذه الأرض، سواء منهم طبعا المسلمون بشقيهم السنة والشيعة،
كذلك المسيحية بكل طوائفها، كذلك اليهودية، كذلك الصابئة، الكاكائية، الشباك، الزردشتية، الصابئة، الإيزيدية، كلها ديانات موجودة في أرض العراق، وهي من سدى العراق، من تراب العراق، وليست ثقافات وافدة. لذلك فمجيئه إلى العراق هو مجيء مهم جدا وله صلة بتاريخ هذا البلد العريق. يجب أن نتذكر أن إبراهيم هو أبو الأنبياء جميعا، وهو ابن العراق، وكان طبعا كان برنامج البابا زيارة مدينة أور التي للأسف لا تحظى بالاهتمام الكافي، مع أنها رمز للديانات الإبراهيمية الأربعة، يعني الإسلام والمسيحية واليهودية والصابئة، هي ديانات إبراهيمية بامتياز، وكانت زيارته لتحقيق هذا المعنى. زيارته إلى كردستان، إلى الإقليم كردستان في العراق، كانت في الحقيقة زيارة مهمة جدا وموحية بشكل كبير. وقد كتبت في هذه الزيارة مقالا أن البابا يأتي إلى أرض صلاح الدين، الأرض التي ولد فيها صلاح الدين في نينوى وكركوك وصلاح الدين، هذه المحافظات التي هي على تخوم كردستان الآن. هذه الأرض التي عاش فيها صلاح الدين لها رمزية كبيرة جدا في العلاقات بين الشرق والغرب، ومع أن صلاح الدين كان طرفا في الحرب الصليبية، ولكنه في الواقع كان يحظى باحترام أتباعه وأعدائه على السواء، لأنه رجل يدافع عن أرضه، يدافع ضد احتلال، ضد غزو قادم من أقصى أوروبا الغربية. لذلك نظر إليه باحترام، حتى أعداؤه كانوا يرونه وينظرون إليه باحترام. وصلاح الدين رمز في التاريخ، وعندما زار البابا دمشق كنا يعني قدمنا عريضة وطالبناه أيضا بزيارة قبر صلاح الدين الذي كان لا يبعد عن المسجد الأموي الذي زاره البابا يوحنا بولس الثاني، ربما 200 متر، وكنا نتمنى بالفعل أن تتحقق تلك الزيارة وتنهي جراح الحروب الصليبية خلال التاريخ. بالطبع هذه المرة تأتي أوروبا ولكن بروح أخرى، لم تأتي أوروبا بجيوشها وسلاحها ومدافعها الذي جاءت به إبان الحروب الصليبية. الآن تأتي على صورة رسول يبشر بالمحبة ويعترف بأخطاء الماضي ويطالب بالنظر إلى المستقبل ويبحث عن المشترك الإنساني. أنا أعتبر أن الزيارة كانت مهمة جدا، وبالطبع الظروف التي أحاطت بها في كردستان كانت أيضا مهمة جدا وواعية جدا، والبابا اختار كردستان ليقيم القداس فيها تذكيرا بالوجود المسيحي في المنطقة، والذي وجد قدرا كبيرا من الأمان في هذا الإقليم الكريم. من وجهة نظري الزيارة تريد أن ترسم صورة مختلفة عن الصورة النمطية التي رسمت للعلاقات بين الغرب والشرق، بين صلاح الدين، بين الأمة الكردية، وبين الشعوب أو الجيوش الغازية من أوروبا. لقد كانت هناك أسباب للحرب في تلك المرحلة، وكان علينا كأبناء للمنطقة أن نتوحد، ووجدنا صلاح الدين وتوحدنا مع صلاح الدين لصد هذه الجيوش. لكن الآن الظروف كلها اختلفت، وعلينا أن نقرأ سطر التاريخ الجديد وأن نكف عن بناء العداوات السحيقة والعتيقة، وأن نبني خطاب المحبة الجديد. يعني قبل ما أختم، يدهشني أن المؤرخ الإسلامي خلال التاريخ ما كان يستعمل كلمة الحروب الصليبية. أنت لو تقرأ كل كتبنا في التاريخ الإسلامي، يعني تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن جرير، تاريخ ابن الأثير، تاريخ ابن خلدون، ما حد منهم تحدث عن الحروب الصليبية. لقد سموها حروب الفرنجة، لأنهم لم يصدقوا أبدا أن الصليب وهو رمز ديني، هو رمز محبة، لا يمكن أن يكون رمزا للحرب. لذلك كفروا بالمصطلح وسموها حروب الفرنجة.
يستقلوا. هذه مش حروب صليب، حروب الفرنجة، هم عم يرفعوا الصليب بس لهم أطماع فرنجية وليست أطماع دينية. هكذا نظر المؤرخ المسلم، ولولا الاستشراق وما ترجم من تاريخ المستشرقين لم نسمع هنا في الشرق بشيء اسمه الحروب الصليبية. احنا كنا نسمع حروب الفرنجة، جماعة محتلين جاءوا يريدون أرضنا وعرضنا، فتوحدت الأمة وراء صلاح الدين وأمكننا أن نوقف ذلك الشر القادم من الغرب. وذلك دكتور، وذلك التغيير بالاسم من حروب صليبية إلى الفرنجة كان بداية لفصل الدين عن السياسة عن الدولة، يعني أعتقد ذلك. سنعود إليك في هذا السؤال بعد أن نرحب بالقس نهاد حسن. أهلا وسهلا قسيسنا العزيز. قسيس، نعلم أن الكرد هم المبشرون الأول لولادة السيد المسيح، ولليوم يعيش المسيحيون بسلام في كل أجزاء وأرض كردستان الكبرى. فهل لذلك يأتي زيارة البابا إليها، أم إن لها رسائل سياسية؟ وخاصة خصص 10 دقائق من وقته، 10 دقائق ليس بقليلة من وقته، مع والد الطفل الشهيد آلان الكردي ابن مدينة كوباني الكردستانية في سوريا، حيث غرق وشكل مأساة لكل العالم. تفضل قسيسنا، أهلا وسهلا بك. مساء الخير لضيفك. مساء النور. شكرا كثير على انه اكون معكم. ما بعرف اذا الصوت واضح. الو، تفضل، اهلا وسهلا بك، الصوت واضح. اوكي. انا قبل ما بلش عن رحله البابا لكردستان وللعراق، حابب اول شيء هنئ بعيد المراه. 2 كمان بدنا نعزي شهداء انتفاضه قامشلي، بدنا نعزي اهالينا في حلبجة، بدنا نعزي اهل عفرين وسريكانيه، وخاصه عفرين تألمت وانجرحت بهذا الشهر. نفس الوقت انا بدي اقول وبصلي انه عيد نوروز يكون عيد خلاص للشعب الكردي من الطغيان، من القتل، من الذبح، من كل اشكال العنف اللي عم يصير بشعبنا الكردي ب4 أجزاء كردستان. هلا كل واحد بينظر لهالموضوع بنظرة معينة، لكن نحن نظرتنا لهذا الشيء انه هي اكثر شيء رسالة ليشجع المسيحيين الموجودين بالشرق الاوسط وخاصة بالعراق لحتى يكون عم يساندهم. كمان نحن بننظر انه هي رسالة إنسانية ما فيها بعد روحي، إنما فيها لحتى يطفي الشعلة اللي مشتعلة بالشرق الأوسط، شعلة الطائفية والمذهبية والعنف. أنا هيك بنظر لها وأنا هيك بشوفها. كرمال هيك وهو قال أنا للعنف وللإرهاب يعني يتوقف، ودعا حكام العراق إلى اتباع سياسة جديدة. صحيح. كرمال هيك أنا كنت عم بتابع الرحلة، وكنت عم بشوفها أنه هي فينا نسميها رحلة إنسانية، رحلة لحتى يكون عم يلملم جراح العراق، لأنه ما حدا بيزور العراق. كمان كان عم بيوجه، أنا شفتها رسالة وأنا اليوم نزلتها وبعثتها لعدة جروبات. نحن من حوالي 6-7 سنين كنا نصلي ونقول نشوف صليب يسوع المسيح بنص كردستان، وأنا شخصيا هاي كانت صلاتي، أنه يشوفوا عظمة عمل يسوع على الصليب، عظمة المسيح على الصليب، أنه طرف خير وطرف الخطية وطرف الإله القدوس. وأنا شفت الصليب بقلب ملعب فرانسوا الحريري، تعزيت قلت يا رب صلواتنا استجيبت، أنه مثل ما المسيح كان عم يوفق بين السماء والأرض، كمان بين الإنسان والإله. نشكر الله على هالزيارة الإنسانية، إلى بعد إنساني، إلى بعد علاقاتي لحتى السني والشيعي والصابئي يعني بعد سياسي. نعم، بس ما فيها بعد روحي. أنا ما شفت رسائل روحية.
هاي من وجهة نظري. كيف؟ ليش؟ لأنه هو وصية المسيح هي أنه نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. هو كرز بأفكار ولكن ما كرز بالإنجيل للخليقة كلها. هي رسالة المسيح: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فما شفنا الدعوة هي أنه تكون دعوة روحية، إنما كانت دعوة على يعني أنه يصير في علاقات بين أو حوار بين الأطياف العراقية أكثر شيء. يمكن قربهم لبعض، يمكن أول مرة عم بيقعدوا مع بعض، يمكن أول مرة ناس من خلفية إسلامية بيعرفوا إنه أور هي مكان لإبراهيم. وفي كتير مرات كان عم نسمع أشخاص موجودين هون بلبنان إنه عن جد هذا بلد إبراهيم. نحن ليش؟ لأنه ما عم بيطلعوا على الكتاب المقدس أو ما عم بيطلعوا على التاريخ، يمكن ما عندهم خلفية. كرمال هيك أنا شفتها إنه رحلة إنسانية، رحلة لملمة جراح العراق، وكمان رسالة من كردستان خاصة. أنا شفت اليوم طابع وكيف تركيا مزعوجة من هذا الطابع الصغير، مزعوجة مجرد طابع صغير. عم نشوف الثقافة اللي حوالينا ما عم بيقبلونا، بينما البابا المسيحي رئيس الكنيسة الكاثوليكية عم بيزور كردستان، بينما كثير أشخاص للأسف فكر الشوفيني ما بيزوروا كردستان ولا بيحبوا يتعاملوا مع الشعب الكردي. قسيس نهاد، استقباله لوالد آلان الطفل الشهيد يعني صحيح. ألا يوحي بأن رسالته أن دعمه لكل الكرد في كل أجزاء كردستان وليس في إقليم كردستان العراق؟ صحيح. أنا كمان حبيت أنه إذا يكمل الرسالة كمان يزور لالش معبد اليزيدية، وكمان يكون عم يستقبل أو يشوف البنات اليزيديات اللي اغتصبوا. كمان رسالة إنسانية مليانة فيها حس إنساني لما كان عم يسمع والد الطفل. وشفنا الصورة الرائعة أنه كردستان هي بتجمع كل أطياف الشعب العراقي وكل الثقافات. تماما. وأنت قلت أنه لم تكن روحية، بالعكس مجرد ما نادى بالسلام وبتغيير النهج، ونحن نعرف رسالة المسيح هو السلام. اسم المسيحية يعني مجرد ما نذكر المسيح يعني نذكر السلام. نعود إلى الدكتور محمد حبش. دكتور، يعني هو جمع صلاة مشتركة ما بين المسلم والمندائي والإيزيدي، يعني ما دلالات هذه الصلاة تحديدا؟ شو توحي؟ شو هي الرسالة؟ يعني هو الحقيقة يقصد أنه زيارة البابا ما فيها هدف تبشيري، يعني يقصد أنه ما فيها رسالة روحية، يعني ما فيها رسالة تبشيرية، يعني مش جاي هو لحتى ينشر الديانة المسيحية بين الآخرين، وهذا صحيح. أما كون الزيارة تحمل مضامين روحية، لا، هي تحمل طبعا مضامين روحية ومؤثرة ومشاهد الجميع تأثر فيها، والجميع شعر بأنه نحن لازم نوصل إلى عالم آخر مختلف عن تعصبنا القديم اللي سبب هذه الحروب اللي عم نشوفها. المسألة مسألة يعني رمز. عندما ندعى إلى الصلاة، غريب يعني أنه صرنا في القرن 21 ولساتنا نظن أن الله عز وجل محتكر لطائفة دون طائفة أو لدين دون دين أو لأمة دون أمة، وكلنا نعلم أننا يعني في النهاية ولدنا كما اختار آباؤنا وأمهاتنا. اللي ولدان في الهند عم يجي هندوسي، واللي ولدان في الصين عم يجي بوذي، واللي ولدان في البلاد العربية عم يجي مسلم، واللي ولدان في البرازيل عم يجي مسيحي. هذه هي طبيعة الحياة. يجب أن نعلم أن الله هو رب العالمين. في الإسلام يبدأ القرآن بقوله الحمد لله رب العالمين، وينتهي بقوله ملك الناس رب الناس إله الناس. يعني يجب أن نكسر هذه العقيدة الاحتكارية التي نظن فيها أن الله
لا يقبل إلا منا. هذا أصلا القرآن الكريم ذكره كمرض يعني خطير من أمراض الأمم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا النصارى. بعدين الله قال تلك أمانيهم، ثم بعض المسلمين قالوا لن يدخل الجنة إلا المسلم. نزل قرآن يرد عليهم أيضا، قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. خلاص، حاج تعصب وحاج ضيق أفق وحاج احتكار لله وللخلاص وللحقيقة. قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أنا أعتقد هذه الدعوة وحضور ناس في هذا القداس أو في هذا المجلس الروحي، حضور ناس من أديان متعددة من مذاهب متعددة، هو بحد ذاته رسالة واعية وكافية حتى ندرك أنه اللي يعني أخذونا تاريخيا إلى الحروب الدينية والكراهية الدينية والكراهية الطائفية هم أشخاص ظلموا الأديان وأساءوا إلى الله عز وجل. أنا كنت يعني أشعر بأن لو كنت في الإقليم خلال هذه الزيارة لشعرت أن الهدف والأمنية التي أتحدث عنها دوما أنا رأيتها في هذه الروح المجتمعة في إقليم كردستان. رأيت أنه نحن بنستطيع أن ننادي مش بس بأخوة الأديان، بمساواة الأديان. حان الوقت أن نقول إن الأديان كلها متساوية وكلها تدعو إلى حقيقة واحدة، ويجب أن ننادي بدين بين الأديان وليس دين فوق الأديان، نبي بين الأنبياء وليس نبي فوق الأنبياء، أمة بين الأمم وليس أمة فوق الأمم. الله واحد لكن أسماءه كثيرة، الحقيقة واحدة ولكن الطرق إليها كثيرة، الإشراق واحد ولكن الأديان كثيرة، الحب واحد ولكن القلوب كثيرة. هذا يجب أن نتعلمه، الكثرة في الواحد والواحد في الكثرة، وأن نشعر تماما بأننا أصبحنا في عالم جديد. لم يعد ممكنا أن ينظر أبناء دين إلى دينهم بأنه هو دين الخلاص وأن الآخرين في جهنم يعذبون خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض حتى يدخلوا في اعتقادهم. طيب لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هو اختار أن يكون الناس شعوب وأمم وقبائل وأديان. يجب الشيء الوحيد اللي لازم يتغير الآن، خلاص لازم نحن صرنا قراب من بعض، صرنا في قرية كونية، شفنا التعصب وين أخذنا، شفنا الكراهية وين عملت فينا هذه الحروب، صار لازم نحن ننظر للعالم بطريقة مختلفة. الإنسان أخو الإنسان، أحب أم كره، ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر. إحنا المعيار الذي يجب أن يحكم علاقتنا هو الإحسان بينك وبين الناس. الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وبعد ذلك الحساب على الله عز وجل. ونحن نثق أن الله هو أعدل العادلين وأرحم الراحمين وأحلم الحلماء. لهذا فأنا أفهم من هذه الزيارة والدعوة لمشاركة الجميع في نشاط روحي أو نشاط ديني، أنا أفهم من هذه الزيارة أنها تطلع إلى مستقبل يجب أن تنظر إليه كل الأديان. والحقيقة يعني أنا شخصيا التقيت بالبابا قبل عامين، وكان لقاء جميل جدا، وقدمت له كتابي اللي أتحدث فيه عن المساواة والإخاء بين الأديان، وفعلا أرسل لي رسالة مهمة جدا كنت أتمنى أقرأها لكم، لكن نبه فيها الرسالة إلى شيء مهم، وهو قرار المجمع الفاتيكاني اللي صدر عام 1965، يعني من حوالي 50 سنة أو أكثر، 55 سنة. هذا القرار
أنا يعني أشك أنه حتى كثير من الإخوة المسيحيين مش سمعانين فيه. يقول بالنص، يقول إن المجمع الفاتيكاني وكان يضم 300 رجل دين من كل أنحاء العالم برئاسة البابا، يقول نحن ننظر باحترام وتقدير كبيرين لإخوتنا المسلمين خصوصا الذين يشتركون معنا في عبادة الله ويجلون السيد المسيح، وإن كانوا لا يرونه إلها فهم يبجلونه نبيا. ونحن نرى أن تدبير الخلاص، هذه كلمة المجمع، تدبير الخلاص الإلهي يشمل إخوتنا المؤمنين بالرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم جدا، وهذا يعني هو جواب التحية التي أرسلها القرآن عندما قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. هذا جواب التحية، وهو نص صادر من هيئة دكتور، ولكن دكتور اسمح لي هنا، ولكن هذا فكر جديد، يعني أشكرك جدا جدا، شيء جميل جدا. ولكن غالبية، إن لم نقل كل، غالبية شيوخ المسلمين حينما صدام حسين مثلا جاب آية الأنفال وعمل مجزرة إبادة، يعني 182 ألف. أردوغان باحتلال عفرين بآية سورة الفتح وما بعرف. هناك كثير من إن لم نقل الجميع الشيوخ يرفضوا، يستخدمون الدين لأغراض سياسية، لترهيب وإخضاع الناس. آمن تسلم، يعني بهالفكرة هذا حتى وصلت لدى البعض أنه يقول الداعش يمثل حقيقة الإسلام. بعض الشيوخ كثيرا قالوا لي شخصيا أنه داعش جوهر الإسلام. لا، مش شيوخ كثير، شيوخ قليل بدك تقول، يعني شيء نادر. وصدام حسين ليس فقيها ولا شيخا ولا ينظر إليه على أي مستوى على أنه رجل تقي. صدام حسين إنسان مستبد، وأردوغان وغيره وخميني ضد كل شعبه، ومنها كانت جرائم الكيماوي على أهلنا في حلبجة. لكن يعني أنا شخصيا ما سمعت من علماء المسلمين المعتبرين من يدافع أو يوافق على ما جرائم صدام حسين. سمعت كثير من المتزلفين، من الذين باعوا أنفسهم للسلطان أو للشيطان. لكن للأمانة كل المسلمين في الأرض وكل علماء الإسلام، اسمح لي أذكرك بالشيخ قرضاوي واتحاد علماء المسلمين، بارك غزو عفرين وسرقاني، وكان بالآية سورة الفتح، ما بعرف آية فتح، يعني يعني بارك اتحاد علماء المسلمين القرضاوي وأتباعه. بارك حلبجة؟ لا أصلا أبدا. لا بارك عفرين، احتلال عفرين، وسماه بارك أردوغان باحتلال عفرين. يعني يهمني أن أقول إن التطرف موجود بكل تأكيد، ولكن حتى لا نظلم نحن أيضا، يعني هناك قيادات إسلامية محترمة في العالم الإسلامي وكلها تقف ضد هذا الظلم، وضد الظلم الذي وقع على أهل عفرين أيضا، وضد الظلم الذي وقع في حلبجة. هذه جرائم سيحاسب الله عنها هؤلاء. وأنت لما تشوف بعض العمائم يعني تمشي في هوى المستبد وتبرر له أفعاله، فهؤلاء شركاء في الجريمة للأسف، ولا يمكن أن ينظر إليهم باحترام في المجتمعات الإسلامية. هي المحامية نجاح حوبك تسأل، للأسف لم يكفر علماء الأزهر داعش يعني كتلة من الإجرام والجهل والكفر أيضا، لأن من يقتل الناس بغير حق هذا مرتبة من أعالي مراتب الكفر. ونحن يعني حتى نكون منصفين، الأزهر أصدر أكثر من 50 فتوى في تجهيل فعل داعش، وفي رفض أفعال داعش، وفي تسفيه أفعال داعش، ورد عليهم ردودا علمية. يعني البعض بيتمسك أنه ما كفرهم، لا، حتى صدر من الأزهر من شيوخ محترمين تكفير لهؤلاء الدواعش، وأنهم مرتدين، وأنهم بغاة، وأنهم مرتدون، وأنهم زنادقة. كل هذه الكلمات استخدمت
أنا لا أعتقد أن الأزهر تعاطف بأي وجه مع داعش، بالعكس كان شديدا ضد كل جرائم داعش، وتحدث بلغة علمية ضد هذه الجرائم التي ارتكبتها داعش. لكن خلينا نعترف أنه كثير من الدواعش تعلموا في مدارسنا، وهذا لازم نعترف به، لأننا إذا لم نعترف بهذه الحقائق لا يمكن أن نصحح شيء. نقطة جدا مهمة. أوروبا لم تتقدم حينما فصلت الدين عن السياسة، وحينما قضت ببطلان صكوك الغفران اللي كان بعض الباباوات في عصور الظلام يرفعوا. نتمنى من إسلامنا أن يتطهر من أمثال قرضاوي والدواعش وغيرهم. يعني دكتور سنعود إليك. قسيسنا نهاد، الكرد أو المجوس كما أطلق عليهم، يعني المقصود فيهم الفلكيون، هم أول من بشروا بالمسيح كرسول للسلام. هل لذلك دلالة روحية ومعاني لدى العالم المسيحي وأوروبا تحديدا بأن يهتموا بوضع الكردي والآلام الذي يعيشه الكرد، أي تحرك من الأنظمة الأوروبية المسيحية، الأنظمة المسيحية، ولا نقول المسيحيين يعني مباركين أو موافقين مع نظامهم؟ أخي أنا بدي بس تعليق صغير. يعني أستاذ محمد حبش، يا ريت كل الناس يكونوا أفكارهم سلمية فيها محبة مثلك، خاصة الناس اللي عم يشوفونا أهلنا بعفرين وراس العين وكل سوريا تقريبا. بدي أقول بالعامية الله يكتر من أمثالك. بس حابب أقول كرمال الصلاة قبل ما أعقب على قصة المجوس. دايما كنت أعلق من زمان لما نحن نكون طالعين وعم نحكي رسالة المحبة ورسالة السلام والخلاص، كنا دايما نقول إبراهيم كيف صلى، إبراهيم كان بيقول وكيف كان يصلي بأي اتجاه، شو هي القبلة. نوح، يونان اللي هو يونس بحسب التوراة وبالقرآن، كل هدول كيف كانوا يصلوا، أي اتجاه. هل إبراهيم كان يتجه إلى قبلة معينة؟ فالله كان إبراهيم خليل الله وهو صديق الله، فكان يتعبد محل ما هو. وأنا دايما بشجع شعب بقول خلونا نكون مثل جدنا إبراهيم أبو الإيمان، آمن إبراهيم فحسب له ذلك برا. فهي الصلاة بيني وبين الله، لا أنا أروح على الكنيسة ولا أنا أروح على الجامع أو أروح على الهيكل حتى الله يقبلني. الله بيقبل كل شخص. قال لداود يا ابني أعطني قلبك، والله بيطلع على القلب، على أعماقنا، أعماق الإنسان. أهم شيء العابدون الحقيقيون الذين يعبدون الله بالروح والحق. هي العلاقة مع الله. ومنيح أنه كانت صلاة مشتركة لحتى يعرفوا أنه الله في كل مكان، ومثل ما إبراهيم كان عنده علاقة مع الله، أنه هدول رجال الدين اللي أو الطوائف يكون عندهم علاقة حقيقية مع الإله الحقيقي. هاي بالنسبة للصلاة المشتركة اللي أنا شفتها. النقطة قصة المجوس والأكراد، يمكن والكرد نحن ككرد للأسف انخرطنا وتأثرنا بالثقافات اللي حوالينا. كرمال هيك الغرب حكم علينا. ما بدي أقول الكنيسة، الغرب بشكل عام، لكن نحن كمبشرين أو مسيحيين كرد عم نحاول نقول إنه نحن موجودين بالكتاب المقدس، نحن موجودين من آلاف السنين، من أيام إبراهيم لليوم، من فلك نوح لليوم. فلما نحن نشرح ونفسر لهم أكيد نظرتهم بتتغير. هي بدها مراحل، وخاصة مذكور حينما تحدثوا باللغات وكانوا منهم كردوخ وكردية بأعمال الرسل الاثنين. نعم أخي العزيز، نحن محتاجين يعني الصراحة نحن كمسيحيين جدد جايين عم نعاني من عدة أمور لنوصل رسالة. يمكن أشخاص ما بيعرفوا اللغة الإنجليزية لحتى يكونوا عم بيعبروا بطريقة صحيحة،
ويحكوا عن تاريخ الأكراد بالكتاب المقدس. نحن محتاجين إعلام يوصل رسالتنا ونفرجي الغرب إنه نحن شعب بيحب كل الشعوب، نحن نقبل كل الشعوب، نحن رسالتنا السلام. ومثل ما المسيح اجوا المجوس سجدوا للمسيح وقدموا له كنوز، نحن كمان بنقدم للمسيح الكنوز اللي هي قلوبنا وصلوات. في سؤال بينسأل، يعني هل المجوس كانوا كردان؟ يعني هون ليش وليش سموه بالمجوس يعني؟ ايه هلا هن يعني بيقولوا ملوك، ما بيقولوا بس الأكراد، بمعنى اجوا من الشرق. لما اجوا من الشرق كانت قوافل. انا مره بحث لاهوتي لاحد الاساتذه كان كاتب انه هن ملوك اجوا. لما الملوك بيجوا بيكون معهم حاشيه، بيكون معهم خدام، بيكون معهم مرافقين، وهدول الملوك لما اجوا لا يقل عن 1000 شخص. فهن عده ملوك او مندوبين ملوك او سفراء للملوك لما اجوا، وجابوا كنوز. ما بيقولوا هن 3، يمكن بنشوفهم بالميلاد بيحطوا 3 أشخاص، لكن هن أكثر من 3. هن ليش؟ لأنه الكتاب المقدس بإنجيل متى بيقول إنه ضجت المدينة، وبإنجيل لوقا ضجت المدينة لما اجوا. لما بيجي وفد 1000 واحد على بيتك أكيد رح كل الناس تعرف إنه في ضيوف عندك. ولما اجوا على اورشليم بينجو ضجت المدينه، وسال الملك مين هدول؟ انتم شو جايين تعملوا؟ قال جايين نحن نسجد للملك المولود. فنحن موجودين بالكتاب المقدس. اذا بنقرا بنتعمق اكثر، بنبحث اكثر، اكيد نحن موجودين بالتوراه وبالانجيل وبالزبور. وخاصة ميديين، في سورة أشعيا مذكور عن الميديين، وهم طبعا بأشعياء 19 مكتوبة كمان. بأشعياء 19 كمان مكتوبة الحضارة الميدية وكيف. نعم، بعدة أماكن مذكورة. تماما. لريس ما تقرأ لنا بعض الآيات عن ذكر. نعود إلى الدكتور بأشعياء 19 الآية 25: فليبارك الرب القدير قائلا مبارك شعبي مصر، صنع يداي أشور ميراثي إسرائيل. فهي لما بتحكي كانت وقتها نبوة عن مملكة أشور وبابل وهالمناطق كلها تقريبا. أشكرك جدا جدا دكتور. يعني فعلا أنا لو ليالي أتحاور معك جدا ولن أمل، إنما سأزداد ثقافة. يا ريت كم شيخ ثاني بالوسط الإسلامي نجد مثل محمد حبش. يعني أنت رائد من رواد التجديد. كلامك هذا أو مواقفك، ولن نقول موقفك هذا، ألا يشكل لك معاناة مع غالبية شيوخنا المناقضين لك؟ والله أولا يعني خلينا نذكر الأشياء بأسمائها. الحقيقة اللي سبقنا في هذا الموقف هو المجاهد الأستاذ الشيخ معشوق الخزنوي عليه رحمة الله. هذا الرجل الذي كان يوقد الشموع في الكنائس وكان يوقد الإيمان في القلوب. معشوق الخزنوي كان رائد كبير في إخاء الأديان، ودفع يعني ثمن مواقفه، حياته الطاهرة الكريمة النبيلة. والآن نحن نعاني كثيرا بسبب هذا التوجه، بسبب ما نعتقده الحق وما نعتقده الإسلام، لكن كمان نعاني بسبب غياب معشوق. يعني معشوق كان يشكل لنا حجر توازن كبير. الرجل منتشر وله جمهور يحبه ويثق به، ويعني هناك مخلصون كانوا يدعمون توجهات الشيخ معشوق رحمه الله. للأسف الأيام تغيرت، والرجل يعني إنما يعجل بخياركم. يمكن الرجل الوحيد اللي كان يستطيع أن يصنع فرقا في هذه المحنة التي نحن فيها يمكن كان هو معشوق رحمه الله. لكن على كل حال الرسالة مستمرة، وإحنا يعني نبدو للناس أنه نحن نغرد خارج السرب. يبدو للناس أنه
بس هيك 2 3 بيحكوا بهذا النفس، لكن هذه ليست هي الحقيقة. الآن أنجزت كتابي الجديد إخاء الأديان، وفي كتابي هذا رصدت خلال التاريخ الإسلامي من هم العلماء الذين سبقونا لهذه الصراحة والوضوح في إخاء الأديان والمساواة بين الأديان، التوقف عن تكفير الأديان، والتوقف عن التبشير بين الأديان. خلاص يا جماعة، انتهى عصر التبشير. الآن صرنا كل رجل دين يعتني بطائفته، يعتني بأهله. ليش يعني أنا ما بيضبط معي أنه أعتني بأبناء ديني إلا أن أشير إلى أن الأديان الأخرى زائفة ومحرفة ومشوهة ومكذوبة؟ ليه؟ كل أدياننا فيها أسئلة لا جواب عليها، كل أدياننا. ما في شيء يعني اللي يظن إنه في يعني سياق واحد يقين لا شك فيه بيكون غلطان. ما في دين إلا وفيه أسئلة لا جواب عليه. طيب هذا الحال للجميع. خلينا نحن يحترم بعضنا بعضا، ونتوقف عن تكفير الأديان. يعني حقيقة أنا رصدت في التاريخ الإسلامي من هم الذين سبقونا إلى هذا الكلام. رأيت جماهير كبيرة جدا من العلماء، لكن مش العلماء اللي بيسمعوا فيهم الناس. يعني مثلا الناس بتعرف العلماء يعني ابن تيمية، يعني ابن الجوزي، يعني ابن حزم. العلماء يعني ابن حنبل، على العين والرأس. هؤلاء اسمهم الشرعي الفقهاء، أو اسمهم الرواة. أما العلماء في التاريخ الإسلامي، تعال اقرأ ماذا كتب ابن سينا، هذا مش عالم؟ ابن رشد، هذا مش عالم؟ الفارابي، الكندي، البيروني، الإمام الطوفي، ابن طفيل، ابن زهر، كل هؤلاء كتبوا في إخاء الأديان وكرامة الإنسان. منروح إلى التيار مثلا الصوفي من أهل العرفان بالله، مولانا الشيخ محي الدين ابن عربي، الإمام جلال الدين الرومي، ابن سبعين، عبد الكريم الجيلي. وجدت جيش من العلماء سبقنا إلى هذا الخير ونحن على خطاهم. لكن للأسف نحن يعني لازم نفرق بين رجل الدين وبين العالم. العالم هو الرجل الذي يستطيع أن يفهم مقاصد الحقائق، مقاصد النصوص. أما رجل الدين هو الذي يرتل النص الديني في العظة الأسبوعية للناس. هذا أمر يعني يقدر عليه كل إنسان. لكن ليه نحن نستبعد من العلم هؤلاء الأسماء الكبيرة؟ أنا ما شفت يعني حد عم يحكي عن العلماء بيقول لك مثلا تعودنا نقول روى مسلم، روى البخاري، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك. ليه ما نقول قال ابن سينا؟ ليه ما نقول قال الفارابي؟ هدول علماءنا الكبار، وهدول أنت تظنهم يعني الناس بيظنوا أنه هدول أطباء كانوا يشتغلوا بس بالطب. لا، اقرأ كتبهم، اقرأ لابن سينا كتاب الشفاء، كتاب النجاة، كله كتاب عن التوحيد وعن الآخرة. أكبر معلم توحيد في تاريخ الإسلام الإمام ابن سينا. دكتور هنا في سؤال. يعني في كثيرين قالوا حينما من تقريبا 3-4 سنوات عقد في الفاتيكان مؤتمر جمع فيه أول شيء مؤتمرين، كان مؤتمر للديانات السماوية، وبعدين في مؤتمر آخر دعا إلى الديانات، وجود الديانات الأرضية وحتى هندوس، ورفعوا قالوا إله واحد وحكومة عالمية واحدة. وهذا وحوربت هذه الفكرة من قبل كثير من المسلمين وحتى من بعض المسيحيين، الطوائف المسيحية. ما تعليقك على ذلك؟ اليوم يعني أصبحت الأمور أوضح، والآن هذا الخطاب الذي يتجاوز القيود الدينية يعني أصبح الآن أوضح. إحنا الآن يجب أن ننتهي من العصر الذي كنا نمارس فيه، عفوا منك، النفاق. الجماعات الإسلامية والمسيحية التي كانت تلتقي، يعني نحن من زمان في مؤتمرات إسلامية مسيحية بنلتقي ومنضبط عمائمنا ولحانا وبنتصور على المنصات وبنضحك وبنمسك يدنا بيد بعض. هذا كله شيء جيد، بس أنا بدي بس تخلص هالمؤتمر وهالحفلة ونروح إلى كوادرنا، نروح إلى معاهدنا. شو عم نقول هناك لما بتصفي أنت و20 طالب يعني الخلص تبعاتك، شو عم تقول لهم؟
غالبا عم يقول لهم انا يا ابني كنت عم اتالف قلوبهم، بركي نجيبهم من الضلال ومن دياناتهم المحرفه ونجيبهم، او عم نتقي شرهم، او انا لنبسم في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم. باسم المداراة خلقنا جيلا بلسانين وبوجهين وبنفاقين وبشخصيتين. هذا يجب أن ينتهي، هذا النفاق. نعم أنا أقف مع أخي المسيحي، مع حضرة القس الآن الذي يتحدث معنا بكل الحب ظاهرا وباطنا، وأناهض بكل ما أوتيت من قوة ثقافة الكراهية اللي موجودة في تراثي وفي تراثه. حتى نحن نرفض هذه الثقافة لازم نكون صريحين. يعني أنا الآن مسرور أنني أجلس مع حضرة القسيس، لكن أنا المفروض بس تنتهي ما أروح أنا إلى ربعي وقل لهم شفتوا شلون اليوم ظهر الحق وزهق الباطل، واليوم نحن أظهرنا، وبعدين كنا عم نجاملهم من أجل مصلحة الدعوة. مش مصلحة الدعوة، هذا اسمه نفاق. هؤلاء الذين يتصورون على المنصات ويبتسمون وبيعانقوا بعضهم البعض، وبعدين بيرجع نفس الكوانة بيرجع بعيدها، هذا يوم الجمعة وهذا يوم الأحد، وهذا يقول عنهم الشريرين والكافرين والمغضوب عليهم والضالين. طيب نحن ما سوينا شيء. أصبحنا الآن العالم هذا لم يعد يحتمل النفاق. أنا بعرف شيوخ نجحوا نجاح كبير على المستوى الشعبي وكانوا يستخدموا لغة مزدوجة. كان يجلس مع الكهنة مع رجال الدين المسيحي ويخاطبهم وينجح معهم، وبس يروحوا يقول لتلاميذه يا ابني عما نكتفي شرهم. هذا الأسلوب من النفاق انتهى. نحن بدنا رجال شجعان. أنا بدي رجل زي معشوق يدخل إلى المعابد ويتصور فيها ويقول للناس هؤلاء أيضا يدعون إلى الله تماما كما أنا أدعو إلى الله، هم يدعون إلى الله. ويجب أن لا نختلف ولو كانت طرقنا متعددة، فكل الطرق تؤدي إلى دكتور في سؤال لك، في سؤال لك من الأخ فرهاد كاجو بيقول هل الفتاوي يمكن الاعتماد عليها كقاعدة للأديان؟ الفتاوى يعني نحن لازم نميز بين الفتوى والقضاء. الفتوى هي حق لكل إنسان، لكل إنسان. أنا ما بحط ولا شرط على المفتي، مين ما بده يفتي، هذا الرأي الحر هذا، يعني لا نقمع أحد. لكن نحن نضع مش 10 شروط، 100 شرط و1000 شرط على القاضي. القضاء هو الذي يجب أن نضع فيه الشروط، لأن القاضي عندما ينطق فهو يصدر أمرا ملزما وتكلف الدولة بتطبيقه ويكلف الناس بطاعته. أما المفتي بالأصل مش وظيفة إسلامية. ما في، يعني أنت لو سألت في القرن الهجري الأول والثاني مين المفتي، وفي الثالث وفي الرابع ما بتسمع كلمة مفتي، ما حد اسمه مفتي. كان ابن عباس له رأي، وابن مسعود له رأي، وابن عمر له رأي، وأم سلمة لها رأي، وعائشة لها رأي. كان كله يقول هذا مذهب ابن مسعود، مذهب ابن عباس، وكل واحد حجم فقهه من حجم علمه. يعني يقول أبو حنيفة فتوى فيتبعه الملايين، ويقول مثلا واحد ثاني فتوى ما حد يلتفت إليه. في قانون إلهي، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنا لا أحب قاعدة أنه أعطيني شروط المفتي، شروط الفتوى. ما في شروط للفتوى، كل واحد يحكي رأيه. خلاص اللي يستطيع أن يقنع الناس هذه الفتوى الصحيحة. عندما تستطيع أن تقنع الناس وتقول لهم أنه تأتيهم بوجه حضاري وروحاني مما فهمته من كلام ربك، خلاص أقنع الناس وخذهم، أقنع الناس وخذهم. لذلك أنا لا أرى حاجة لوضع أي شرط على المفتي، ولا حتى حاجة لوظيفة المفتي. ما في أصلا في الإسلام وظيفة مفتي. أول واحد أطلق عليه مفتي مصر الليث بن سعد، كان بعد رسول الله ب200 سنة، وما كان منصب. حتى الأتراك، يعني الدولة العثمانية هي التي أحدثت وظيفة رسمية اسمها وظيفة المفتي صاحب السماحة. صار هو عبارة عن مرسوم سلطاني بيصدر، هذا بيطلع صاحب السماحة، وهذا بيطلع صاحب الفضيلة، وهذا بيطلع صاحب النيافة. وإلا في الأصل ما كان هذا موجود. كان كل إنسان وزن فتواه من وزن علمه وثقة الناس به، والأمور ماشية.
لكن كنا نحط شروط شديدة جدا على القضاة. القاضي مش أي واحد يقعد قاضي. الفتوى غير ملزمة، أما القضاء ملزم. الفتوى قد تتعدد، أما القضاء حاسم. الفتوى شأن فردي أو شأن شعبي، أما القضاء فهو شأن حكومي ولا يكون إلا حكومي. الفتوى هي حكم على الفعل، أما القضاء فهو حكم على الفاعل. لذلك قد ما بدنا شروط، قد ما بتصور شروط لازم نحطها على القاضي حتى يكون يعني أمره مطاعا وأن لا يخرج عن الصراط المستقيم. أما الفتوى اترك الناس يفتون. طبعا أعطينا الحق أيضا أن نقول هذه فتوى صحيحة وهذه فتوى فاجرة وهذه فتوى ضالة وهذه فتوى يعني إرهابية مخربة. من حقنا نحن أيضا أن نرد على الفتوى، لكن أنا لا أوافق على أي صيغة من صيغ القمع. يعني خليني أذكر بالفعل سبحان الله، يعني هذه اللحظات يعني الشيخ معشوق بين عيني. كنا في مؤتمر في الأردن وفعلا فوجئنا بهذا المؤتمر، كنت أنا وياه بفريق يعني من الفقهاء جايبين مشروع من أجل أن يفرضوا شروط للفتوى، من أجل أن يعني يضعوا قيود، بمعنى أنه هم يأسسوا هيئة تضبط الفتوى وتمنع الناس أنه تفتي إلا بإذن من هذه الهيئة. والله أذكر الشيخ معشوق رحمه الله وقف ورد عليهم ردا مفحما وقال لهم نحن بدل أن نؤسس هيئة لدعم الحرية الفكرية، لدعم حق الإنسان في إبداء الرأي، لدعم حق الإنسان في القول بما يشاء، نحن عم نشرع لمحاكم تفتيش جديدة؟ تريدون أن تقمعوا الناس؟ اتركوا الناس يقولون ما يشاءون، وعندما يخطئون ردوا عليهم، قالوا كلام ردوا عليهم بالكلام، وعندما يعني يسيئون فينبري الشرفاء والأخيار يردوا عليهم. يقول الأخ جوزيف موسى إيليا، نتمنى من الكنترول أن يعيد السؤال. لا حل من الخروج من مستنقع الكراهية والبغضاء إلا بالعودة إلى نبع إنسانيتنا النقي الصافي. كما قلت يوما لست بمسلم أنا ولا أرى نفسي يهوديا له إيمان ولا أنا من أهل بوذا. يعني بشكل عام الدكتور يعني دعوة أنه إلى إنسانية الإنسان، يعني دعوة بصريح العبارة إلى فصل الدين عن الدولة عن السياسة. طالما نتمسك بإنسانيتنا، العلاقة الدينية علاقة خاصة جدا جدا ما بين الخالق والمخلوق، لا يحق حتى للأب أن يتدخل ولا للزوجة ولا لأي واحد، علاقة خاصة بين الخالق ومعبود. وكما أنت ذكرت في البداية إن شاء الله كنت تعبد حجرا، فليس لي أنا ما يجمعني وإياك هو الوطن والمكان الذي نعيش فيه، وقبل منه مقومات إنسانيتنا. قسيس نهاد، هل توافقني على ذلك، على فصل الدين كما يطرح وبشكل جريء الدكتور محمد، وأنتم اليوم منسجمين مع بعض، وهذا هو هدف برنامجنا، هذا هو هدف كل اتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، بأن نرتقي بحواراتنا إلى أن نحترم جميعا في سوريا، نصل نحترم إنسانية بعضنا البعض. أنا راح أقتبس من إنجيل هذا الجواب بإنجيل متى. يسوع المسيح بيقول إن صليت فصلي إلى أبيك السماوي، وإذا بدأ وإن صمتم كذلك فلا تخبروا أحدا، يعني ما تخبروا حدا أنكم أنتم صايمين. وإذا بدك تصلي صلي إلى أبيك، ادخل إلى غرفتك واغلق الباب خلفك وصلي إلى أبيك الذي يرى في خفاء وأباك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك. أنا دائما بقول هي علاقة الإنسان هو شخصيا بينه وبين الله. مثل ما الدكتور كان عم بيقول أنا إذا شو ما بدي أعبد الله راح يحاسبني، الله أنا راح أوقف يوم من الأيام أمام عظمته وجلاله وإكرامه، أنا راح أتحاسب، ما في حدا راح يوقف محلي. كرمال هيك نحن دائما ندعي. أنا على فكرة قليل جدا لفوت بنقاشات دينية أو روح على مؤتمرات جدالات دينية أو مناظرات، لأنه أنا أصلا ما بحب أنتوا هيك ونحن هيك، أنتوا غلط ونحن الصح. لكن أنا بحاول أوصل برنامجنا ليس هذا نقاش ديني، غاية برنامجنا هو توافق. كرمال هيك
لما قلت لي ضيفك الأستاذ محمد حبش، أنا بحترم هذا الإنسان، هو أستاذ وبحترم ثقافته واحترامه، كرمال هيك قلت لك أكيد إيه. لكن غير أشخاص هو جدالي، والكتاب يعلمني ابتعد عن المجادلات الغبية لأنه ما فيها ثمر. مثل ما قال الأستاذ محمد، ما عم نلعب طابة فوتبول مين انتصر ومين خسر. كرمال هيك انه علاقتي مع الله هي شأن خاص. انا اعيش ببيئة احترم، احب، اكرم، ساعد الناس مثل ما الكتاب المقدس بيعلمنا. كرمال هيك نحن دائما انه نفصل هذا الشيء. للاسف نتيجة الحروب اللي صارت من 10 سنين لليوم، اول شيء بيسالونا او نسمعه بالمجتمع، انتم شو؟ أي طائفة، أي دين، أي مذهب، أي عقيدة. خلينا نطلع من هالقوقعة. مثل ما قال كمان الأستاذ محمد حبش، نحن تعلمنا بهاي المدارس اللي تربينا فيها للأسف. أول شيء بيسألونا أنتم مين؟ أنت شو؟ كرمال هيك لازم نطلع من هالقوقعة اللي نحن كبرنا فيها، وللأسف هي ما فينا نعممها أنه كلها غلط، بس نحن انظر لاخوي الانسان. يعني دائما بجيب هذا المثل، اذا ادم ما غلط، لو ادم ما عصي كلمه الله ضل بالجنه، انا وياك والاستاذ محمد حبش واليزيديين والصابئه كنا كلياتنا واقفين قدام عرش الله. والكتاب المقدس بيقول من كل امه وقبيله وشعب ولسان يسبحون الله. اذا هدفنا هو نسبح الله. لكن هلا نحن بحسب القوانين اللي عم نعيشها والانظمه اللي عم نعيشها والهويه اللي انعطتنا، لازم نقول طائفتنا ومذهبنا. للاسف انا بصلي ودائما بقول انه نطلع من هالقوقعه هاي، نطلع على بعض، ما نقول هذا تركي عدو، هذا ايراني، وهذا ما بيعبد الله، وندين. لانه حتى الكتاب المقدس بيجيب مثال يسوع المسيح لما جابوا له المراه الزانيه، قال وصانا موسى بالشريعه انه نرجمها. انت شو بتقول؟ قال من منكم بلا خطيه فليرميها باول حجر. كل الرجال الشريعه رموا حجار وراحوا، الا المسيح ضل. كرمال هيك انه من منكم بلا خطيه، مين انا لاحكم؟ الله رح يحكم، الله هو اللي رح يدين. لذلك نحن لا نقول لذلك لا نقول هنا العربي عدوي ولا التركي ككردي أنا أحكي ولا الفارسي، إنما نقول الأنظمة الغاصبة لكردستان هم أعدائي وأعداء شعوبهم قبل أن يكون أعدائي. يعني النظام الأردوغاني، النظام الخميني، الأنظمة البعثية في سوريا والعراق. مثل ما قال الدكتور محمد حبش انه في مقطع قال انه مين انا لاحكي على الثانيين، او مثلا شوه صور الاخرين وانا طلع صورتي هي الاحسن والامثل وانا المثالي. لا، دائما بيسالونا قبل ما جاء المسيح هدول الناس كيف راح يكون، على اي دين، على اي راح يتحاسبوا؟ انا بقول لهم انا ما بعرف. اسالوا الله، بس طلعتوا لعنده انتم راح تعرفوا. انا ما راح حاسب ابراهيم كيف راح يتحاسب وامه ابراهيم كيف. مين انا لاجي انا دين واقول فلان غلط وفلان؟ لكن الله بكل محل بيقول انا اترك لي شاهدا. بكل محل الله بيترك له شاهد. كرمال هيك لما بنفصل الدين عن السياسه بنعيش مع بعض، بس لما بندمجها راح نكون بصراع، وراح يكون في انقسام، وراح يكون في اقتتال، وراح يكون في تشويه للاسف. اشكرك جدا دكتور محمد. سؤالي ما قبل الاخير دكتور، يعني اثنيناتكم عم تاكدوا على فصل الدين عن السياسه وعن الدوله، ولكن نحن الكرد اكرر عانينا من الأفكار الخاطئة بالديانتين تحديدا الإسلامية والمسيحية، حينما اضطهدنا وحينما لحد الآن يرفضون إقامة دولتنا المستقلة على أرضنا ووطننا التاريخي. دكتور سؤالي، هل لأبعاد حل من أبعاد هذه الزيارة أنه سيكون هناك يعني بوادر حل لسلام عام في الشرق الأوسط، السلام الذي ننشده جميعا أن تكون كل شعوب المنطقة
حرة وراية حرية كردستان من ضمنهم مرفوعة راية جمهورية كردستان، هل سيكون في الشرق الأوسط الجديد المنشود؟ هل تتوقع أن نرى ذلك الشرق الأوسط قريبا أم لن يأتي بعد؟ يعني دعنا نتفائل. هذا الأسبوع كان يحمل يعني قدر كبير من التفاؤل في التطور اللي رأيناه في ليبيا. ليبيا بعد حرب 10 سنوات الآن يبدو أنه استطاع الخطاب المتصالح أنه يعني يحرز تقدم، خلينا نقول، ما نقول ينتصر، لأنه إن شاء الله ينتصر وتنتهي الحرب الأهلية. المنطقة عندنا أيضا دعنا نتفائل، الأيام قادمة، وأنا أعتقد إن شاء الله يعني أن هذا الحق الكردي التاريخي إن شاء الله سيصل إلى شمس كردستان. لكن يعني ما أتمناه أن يكون ذلك كله عن طريق النضال الحقوقي والنضال الدبلوماسي والنضال السياسي والنضال البرلماني، لأن الحرب لا تحقق شيئا. يمكن نحن مضطرين أن نحارب عدو همجي مثل داعش يعتدي على أعراضنا ويعتدي على نسائنا، والحمد لله كان الله في عون هؤلاء المجاهدين والمجاهدات الكرديات الرائعات التي استطعنا أن يقدمن نموذجا مختلفا تماما للمرأة في العالم. لكن هذا الواقع لا يشبه في شيء واقع أيضا يعني طموح أبناء هذا الشعب الكردي لنيل حقوقهم في بلدان أخرى فيها عسف، فيها ظلم، لكن ليس فيها حرب. يعني أتمنى أن لا نكون نحن من يفرح بالحرب، لكن يجب أن يستمر النضال الحقوقي والنضال السياسي حتى تصل الناس إلى حقوق. طبعا بدون أي تردد كردستان حقيقة، وهي جزء من تاريخ حقيقي في المنطقة، ولها رجال عماليق خلال التاريخ استطاعوا أن ينغرسوا في الأرض كشجر السنديان، وهي أولى أن تكون يعني وطن حقيقي، أولى من كثير من البلدان الصغيرة التي ولدت عن طريق الصدفة ولا تزال تحميها الآن القوانين الدولية. شمس كردستان هي أمر حقيقي، يعني مش عم بحكي يعني من نفسي، لكن خلال لقائي بكل الزعماء الحرية في العالم أو بكل المفكرين الأحرار لا يوجد عندهم جوابين. دائما بيقولوا هذا الشعب مظلوم، من حقه أن يكون رشيد نفسه وإدارته وأمره وأمر الأجيال الآتية. طبعا يعني خلينا نحن نرجع للمحور الأساسي. لا أرى، يعني أنا شخصيا لا أرى في زيارة البابا أي هدف سياسي باتجاه قيام وطن للكرد، لكن هي لم أقصد زيارة دكتور وطن خاص الكرد، إنما قلت السلام في الشرق الأوسط. طبعا السلام في الشرق الأوسط والسلام في الشرق الأوسط لم ولن يتحقق طالما هناك شعب يتجاوز 70 مليونا لم ينال حقه، لم يقم دولته الوطنية على أرضه التاريخية. يعني قصدي هكذا. لا نشك في هذا، لا نشك في هذا، ويعني كلنا يتوجه إلى أن يعني ينتهي الظلم الذي وقع على هذا الشعب، وخاصة في العقود الأخيرة في الحكم الغاشم للنظام العراقي السابق، وأيضا في الجرائم التي ارتكبتها داعش، وكانت يعني جرائم مخزية ومشينة على مستوى التاريخ الإنساني كله. لكن يعني الأمر مشوار طويل، ويجب أن يصل الشرفاء إلى هذا الحق بدون أن يخوضوا حروبا عبثية، بدون أن يخوضوا حروب يمكن، يعني إني لا أضع سيفي حيث تكفي عصاي، ولا أضع عصاي حيث تكفي يدي، ولا أضع يدي حيث يكفي لساني، ولا أضع لساني حيث تكفي نظرة أو يعني إيماء. هذا أمر الحياة الطبيعي. لذلك يعني كل هذه الأماني الكبيرة
أنا أعتقد أن أفضل ما يمكن أن نقدمه لهذا الشعب الموزع في الأرض الآن هو أن نقيم حياة عادلة وناجحة في الأرض التي نحكمها، في هذا الجزء العزيز من سوريا الذي تقوم فيه إرادة حقيقية عربية وكردية، ما يعني ليست هي إرادة شوفينية. دكتور بس معلومة صغيرة، نحن نعرف أن جو بايدن كاثوليكي ينتمي لكنيسة البابا، وهو له سياسة جديدة في الشرق الأوسط، في سوريا، في كل هذا، فأليس هناك علاقة جدلية ما بين هذه الزيارة وهذه السياسة الجديدة الأمريكية؟ والله يعني اسأل حضرة القسيس عن مذهبه لبايدن. نحن نتمنى، نحن ما كثير يعنينا مذهبه الديني بقدر ما يعنينا فعلا انصياعه للحق وخضوعه للحق. يعني نحن كان عندنا تجربة، مثلا كان رئيس أمريكي لا يتحدث إلا بالمصالح، حتى يعني مع أنه وقف مع قضية الشعب الكردي موقفا جيدا، ولكن بكل يعني وقاحة أدلى بتصريحات لا تليق بأي دبلوماسي في العالم. الآن الأمور تختلف، والرجل يعني أكثر أخلاقية وأكثر إيمانا بحقوق الإنسان. دعنا ننتظر ونعمل ما يجب، على الأقل نحن في صعيدنا أن نكون فعلا دعاة سلام، وبعيدا عن أصحاب القرار نحن كمستمعين كمشاهدين الآن لهذه القناة يجب أن نصنع المحبة في محيطنا، يجب أن لا نسمح لخطاب الكراهية أن يتسلل بيننا. اليوم ما في الكرة الأرضية شعب بيور، يعني بمعنى أنه غير مختلط بالآخرين. يمكن ما بتلاقي غير مثلا بشيء مثل سان مارينو، بتلاقي مثل شيء مثل مونتي كارلو، أما هذه الدول الكبيرة الحقيقية، الدول اللي سكانها تزيد عن 10 و20 و30 مليون، ما في شعب بيور، ما في حد بيقول إنه أنا هذا نسبي من هون لآدم. وكلياتنا الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أقصد في ذلك أنه نحن بدنا نعيش في هذه الأرض مع محيطنا. هؤلاء الذين يرمقون أنه بس ننتصر بدنا نطالع هدول وبدنا نسحق هدول، هؤلاء هم استمرار للظلم التاريخي الذي لم ينتهي أبدا. نحن بدنا نصل إلى لحظة عندما عندما نصل إلى النجاح الذي حققه نيلسون مانديلا عندما خرج من السجن وهو زعيم لكل السود في جنوب أفريقيا، نادى للرجل الذي كان يسجنه، لديكليرك اللي كان يحكم خلال سجن نيلسون مانديلا ورفض أنه يطالعه عشرات السنين، ناداله يكون الرجل الثاني في الدولة، وجاب البيض والسود واستطاع أن ينهي العنصرية بهذا الأسلوب. لو أنه يعني دعا إلى الانتقام يمكن كانت تغرق في الدم قرون جديدة. لم يدعو إلى أي انتقام، دعا إلى الحب، دعا إلى الرحمة، دعا أن نفهم بعضنا البعض، إلى عدالة انتقالية، أن أبرر للآخر ليش ارتكب معي هذه الأخطاء، دعنا نفهم وجهة نظره، دعنا نقدم له بعض العذر، دعنا نقبل منه الاعتذار، وبعد ذلك تستمر الحياة. أنا الآن أراهن على قدرة يعني الشعب في هذه المناطق التي نال فيها قسط من حريته، قدرة هذا الشعب على تقديم نموذج رائع، نموذج يحترمه العالم، وهذا النموذج بعتقد هو الذي سيحصد لنا تعاطف العالم كله. نأمل ذلك. قسيسنا، سؤالي ما قبل الأخير أيضا، هناك بعض المحللين السياسيين ربط هذه الزيارة للعراق، كون العراق الممر الأول لتمرير الإرهاب الإيراني إلى المنطقة، فجاء الزيارة وخاصة هناك حزم من جو بايدن الإدارة الأمريكية الجديدة بأن تضع حدا لإرهاب النظام الإيراني وتوابعه. يعني هناك من المحللين ربط بأنه يجب أن ينتهي الحرب في الشرق الأوسط
وشعوبها تعيش بسلام. ونكرر الشرق الأوسط وأي منطقة في العالم لم ولن تنعم بسلام طالما هناك مضطهدون، هناك شعب يحلل دمه بالإرهاب والقتل. طالما في منطقتنا هناك الشعب الكردي، لا الشعب الوحيد في العالم المتجاوز 70 مليون بلا وطن. ألا ترى هذه الزيارة يعني لتقريب إنشاء أو يعني استعجال الشرق الأوسط الجديد، أنه البدء بخطوات عملية تنفيذية في رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد وتطبيقه. تفضل قسيس. أخي العزيز، هو أكثر يعني هدف الزيارة هي أكثر لملمة جراح المسيحيين. أكثر شيء لمسناه ومن خلال التصريحات، من خلال الرسائل، وكمان هو الحوار العراقي والحوار إنه يبنوا مجتمعات صحيحة مبنية على أسس فيها سلام ومحبة، يكون في توافق. بس نحن ما يعني أنا ما بعرف خفايا أو تحت الطاولة شو انحكى، لكن مش مبينة هيك. لكن الشيء الأساسي هو لملمة جراح المسيحيين اللي موجودين، أو سبب التهجير القسري للمسيحيين والشعوب الموجودة واليزيديين والأقليات اللي موجودة بسبب الحروب. هلا كل واحد بينظر من منظاره لهي الزيارة هاي. نحن كشعب كردي، أنا كشعب كردي طلعت لزيارة هي اعتراف من الكنيسة بوجود هذا الشعب، له هوية تاريخية، له هوية جغرافية، له هوية قومية موجودة، وكأني الكنيسة عم بتقول إنه نحن بنعترف وخاصة البابا له ثقل سياسي. البابا والكنيسة لها ثقل سياسي كبير يعني. وهي وزيارة تأتي لدعم بايدن. مثل ما قال الدكتور محمد حبش، أبدا مو كل واحد كاثوليكي راح يكون عم بيأيد فكرة هدف بابا كان جاي كرمال المسيحيين الموجودين بالشرق الأوسط، لملمة جراحهم. ما أظن أنه في أجندة سياسية طلب بايدن من البابا أنه يطلع على الشرق الأوسط، أبدا. لازم نفصل هذا الشيء عن بعضه. هاي من وجهة نظري. تمام. ونحن وصلنا وجهة حوارنا وصل لنهايته. سؤالي الأخير لكم دكتور ليس بسؤال ماذا تريدون أن توجهوا بآخر كلمة لمشاهدينا لشعبنا، أو سؤال كنت تتمنى أن أسألها لك دكتور محمد ولم أسأله. تفضل. الصوت دكتور محمد، صوت. تمام. الصوت مش واضح. تمام. هلا تماما أجل. أنا أعقب على كلام حضرة القسيس. فعلا أنا لا أرى أنه هذه الزيارة لها هذه الأهداف السياسية، ولا يوجد يعني سبب أنه نفترض أنه هي جزء من أجندة سياسية كبيرة. الرجل واضح تماما رسالته، هناك عملية تهجير للمسيحيين من الشرق الأوسط، ونحن كمسلمين نحن نعتبر أن هذه العملية ضارة جدا بالمجتمع، ونحن نعتبر أن انسحاب المسيحيين من الحياة هنا هو دليل على فشلنا ودليل على فشل الأنظمة وفشل المجتمعات أيضا ما استطاعت تحافظ على هذه الألوان الموجودة هنا. لذلك نحن نعتبر أن مجيئه هو مساعدة لنا في الحفاظ وحماية هذا الوجود المسيحي الذي يغني المنطقة. كل التاريخ موجودة الكنائس في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي الأردن، ولم تهرب هذه الكنائس خلال التاريخ كله. لماذا خلال 20 سنة هذه الأخيرة يعني انخفض عدد المسيحيين
إلى بنسبة أكثر من 75% منهم خرجوا من البلاد. نحن وازدادوا في كردستان بس دكتور، وازدادوا في كردستان فقط، يعني حكاها بابا قال انخفض في العراق أضعافا وازداد في كردستان. يعني الحقيقة هذا يسجل نجاح حقيقي ل يعني قدرة الشعب الكردي على حماية التنوع، على حماية التنوع الديني، ويجب أن ينسحب هذا على الجميع. يعني مش كمان بعضهم بظن يعني إنه إحنا حتى نحافظ على الوجود المسيحي أو الإيزيدي لازم نهاجم الإسلام ولازم نتهم السنة ولازم نتهم الشيعة. لا، أنت إما أن تكون خطاب محبة أو خطاب كراهة. خطاب المحبة بده يشمل الكل حتى تكون ناجح وتحقق هذا الهدف. الآن أنا أفهم مجيء البابا إلى المنطقة هو يعني هدف نبيل. بالنسبة لي أنا كمسلم، أنا أعتقد أن غياب العنصر المسيحي هو تهشم في قدراتنا المجتمعية، تهشم في قدراتنا الحضارية، تهشم في قدراتنا الإنسانية. لذلك نحتاج كل الوسائل أن نحافظ على الوجود المسيحي واليزيدي والشباك والزردشتي والككائي وكل أشكال الوجود للطوائف الأخرى والصابئي والمندائي والحراني. كل أشكال الوجود الأخرى للأديان هي تغني الشعب وتعلمنا عدم التعصب وتنشر التسامح. غياب هذا اللون وتسويد المجتمع بلون واحد هو عمل ضار جدا وشرير. لذلك كل من جاء يساعد على تحقيق هذا الخير، حماية التنوع المجتمعي والديني، فهو جاء في رسالة نبيلة ويجب أن نتعاون معه بقدر ما نستطيع. هكذا أفهم هذه الرسالة. ومجيئه طبعا يعني كان أمر جيد أنه جاء وزار الكنائس المسيحية المهدمة. وأنا أيضا دعوت أن يأتي الملوك من العرب والمسلمين لزيارة أيضا المساجد المهدمة في الموصل، ولزيارة أيضا القرى المدمرة والمهدمة التي اعتدى عليها داعش في مناطق الإيزيديين في لالش وفي شنغال وفي سنجار. هذه أيضا هي مسؤولية الأمة. وعندما يهرب الطيف اليزيدي من المنطقة كلنا خاسرون، كلنا خاسرون. لذلك يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وأيضا يعني المعنى يتصل واختلاف أديانكم واختلاف مذاهبكم. هذا كله آية من آيات. ونحن جدا نشكرك يا دكتور. الكلمة الأخيرة لك قسيسنا، يعني هل كنت تتوقع أن نسألك سؤالا ولم نسأله، أو آخر كلمة لك لمشاهدينا ولأبناء شعبنا؟ آخر كلمة لشعبي، رح كون عم بصلي، ونحن ككنيسة دائما نصلي إنه كما في السماء كذلك على الأرض. لما يسوع المسيح قال عندما تصلون صلوا هكذا، كما في السماء كذلك على الأرض. نحن عم نصلي كما في السماء، رح نكون من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان عم نهتف ونكرم الآب السماوي الجالس على العرش. بسفر الرؤيا بيقول من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان يهتفون للحمل ولإلهنا المجد والكرامة والسجود والإكرام لك. نحن عم نصلي إنه من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان. أنا رح أكون لسان، رح نكون عم نحكي بلغتنا بالسماء، ورح نكون ما رح نكون عايشين بقمع أو مسح للجغرافيا أو الهوية. فبصلي خلاص للشعب الكردي، بصلي لملمة جراح الشعوب اللي تألمت بالشرق الأوسط، بصلي شفاء نفسي وشفاء للعائلات اللي تأذت، للبنات اليزيديات اللي اغتصبوا، للناس اللي تهجروا من كل الأقليات اللي عايشين بكردستان. كما بقول وبطلب
انه المقابلات الجايه نكون عم نحكي معك من عفرين ومن سريكونيه ومن تل ابيض ومن المنطقه هاي، ونشوف اهل عفرين عم يرجعوا، اهالينا اللي تهجروا بسبب الارهاب والقتل عم يرجعوا، نشوف سلام حقيقي بالشرق الاوسط بحسب كلمه الله. صانعي السلام ابناء الله يدعون، صانعي السلام ابناء الله يدعون. بصلي لشعبي وشعوب الشرق الاوسط انه عن جد نكون صانعي سلام لحتى ندعى ابناء لله. ونحن في الاستوديو نصلي معك ومع الدكتور محمد حبش بأن نجتمع في وطننا الحر القادم، في شرق أوسطنا الحر الكريم. كل الشكر لكم دكتور. أتمنى أن تبقوا معي بعد أن نودع المشاهدين، تبقوا بالاستوديو. وصلنا لنهاية حلقة برنامجنا مشاهدي الكرام. لابد أن نشكر باسمكم جميعا أحباء الكرام الدكتور محمد حبش، القس نهاد حسن. كل الشكر لمن كان وراء الستار، لجماعة الكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الكاتبة والزميلة العزيزة يسرى زبير، لهم منا كل التحيات. ودمتم وانتظرونا في الحلقة الجديدة يوم الخميس القادم، وإلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله. الله معكم.